السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة هعمل معاكم روتين كامل من السحور لحد الفطار. اتمنى يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه في الكومنتات، وقولوا لي طبعا فطرتوا ايه النهاردة. ناخد من بعض افكار اكلات لباقي الايام. زي ما انتوا شايفين انا كنت هنا بحضر السحور. بحب اعمل سحور خفيف كده، ما بحبش السحور التقيل اللي بيبقى فيه فول وبطاطس وكده. يعني حاجات خفيفة كده في السحور عشان الواحد يعرف ينام بقى ويصوم وكده. زي ما انتوا شايفين انا كنت قطعت طماطم وخيار وجبنة بيضة ولانشون وجبنة تركي وزبادي، يعني حاجات بسيطة كده. وبرده كمان انا عملت عصير، كنت عامل عصير فراولة وحطيت زيتون. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب واليمن والبركات، ويدخل الفرحة على قلبنا كلنا، ويسعد كل متضايق وكل حزين، ويفرح قلبنا يا رب، وما يحرم اي حد من نعمة الامومة في الشهر الفضيل ده. كلكم كده ادعوا باللي نفسكم فيه، ربنا يكبر قلب كل ام نفسها في حاجه. وزي ما انتم شايفين بقى السحور وكده. وبعد ما خلصنا السحور الفجر اذن وصليت الفجر. وطبعا قرأت قرآن بعد الفجر. انا بحب اقرأ قرآن بعد الفجر لحد ما النهار يطلع، لحد ما الشروق يطلع. انك تقري قرآن بعد الفجر لحد ما الشروق يطلع، دي كده بتبقى بمثابة حجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كده تبقى بمثابة حجة، اكنك عملتي حجة بالظبط. يعني ايه، اتمنى كده تعملوا زي ما قلت لكم. طبعا انا ده فطار تاني يوم رمضان. انا اول يوم رمضان كنت معزومه عند حماتي. طبعا بتبقى معروفه اول يوم رمضان بتبقى عند حماتي، فانا ما صورتش معاكم الصراحه حاجه عشان ما عرفتش. فده فطرنا تاني يوم رمضان، فحبيت اشارككم معايا كده فيه. وطبعا زي ما قلت لكم بقى صليت الفجر وطبعا احلى صلاة في الدنيا كلها هي صلاة الفجر، سواء في رمضان وغير رمضان. الصلاة بتفرق معاكي جدا في يومك، هي اللي بتسبب الرزق والسعادة وبتسبب الراحة النفسية. هي كل حاجة اصلا في الدنيا كلها هي صلاة الفجر، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. الاتنين احلى من بعض، بتحس كده براحة رهيبة. كل الصلوات طبعا حلوة، بس انا بحب صلاة الفجر دي قوي. وزي ما انتوا شايفين انا هنا كنت بعمل خشاف. قطعت قمر الدين، اخدت نص لفة قمر الدين وحطيت عليها مية سخنة عشان تبوش كده. وهنا جبت بقى التين المجفف والقراصية والمشمشية وقطعتهم مكعبات صغيرة. طبعا لازم تحطي القمر الدين في مية سخنة عشان يبوش، ولما المية سخنة تبرد خالص بتحطيه في الخلاط وتخلطيه، وبيبقى معاك عصير. والبلح برضو كسرته وعملته. هنسيبهم بقى يبرد القمر الدين، هسيبه يبرد ولما يبرد هعمله بقى. وهنا كان معايا بطايه كنت غسلاها كويس جدا وشايله منها الزوائد وشفشفتها على النار عشان الريش الصغير اللي فيها، لازم كده شفشفها على النار. وحطيت بقى فيها ميه وملح وليمون وخل ودقيق وظبطتها جدا. وبعد كده كنت مقطعه بصله صغنن جدا وحاطه عليها ملح وفلفل اسود ودعكت البطه من بره كويس جدا ودعكتها كمان من جوه بالبصله. بجد جميله جدا، جربوا الطريقه دي في البط، حلوه قوي. وحطيت بقى طماطم وبصل ولورا وحبهان. بصراحه حبيت اعمل بط عشان ايه، احنا طول السنه يعني بناكل فراخ وكده، يعني تغيير بقى. قلت اعمل تغيير. بعد ما اخدت صدمه البطه من كل الجهات نزلت عليها بميه سخنه، وهسخن ميه كمان وهزود ميه. وحطيت بقى الرقبه والكبده والانثى بتاعتها. وهنا كنت بعمل تسبيكه المحشي. عملت حطيت طماطم في الخلاط ومعاها بصله. البصله مع عصير الطماطم بتفرق قوي، بتخلي التسبيكه تحفه وبتخلي حشوه المحشي جميل جدا. بجد انا الاكل كان زي العسل الحمد لله، عجب اللي في البيت عندي، عجبهم المحشي والبط وكده. اتمنى لو حبيتوا تعملوا وصفاتي دي جربوها وهتعجبكم جدا والله. انا بقى كنت عملت عصير الطماطم وحطيته على جنب، وعملت هنا البصل. بحب كده احضر كل حاجه جنبي عشان ما احسش بلهوجه. انا الحمد لله يعني انا اصلا ما كنتش محضره حاجه قبلها بيوم. كل حاجه من ساعه ما صحيت الظهر عملت كل حاجه بقى، مسكان عصير والبط والمحشي يعني تخيلوا عملت كل حاجه في يوم يعني الحمد لله. وانجزت كمان، انجزت قبل المغرب. يعني انا اصلا خلصت قبل المغرب كده بحوالي نص ساعه. كنت كمان قدمت على السفره. فالحمد لله يعني كده كان في بركه في اليوم. كنت اعمل حاجة واروح اصلي مثلا العصر والظهر وكده، يعني اعمل حاجة وارجع تاني. وهنا كنت بعمل التسبيكة بتاعت المحشي. حطيت سمنة وزيت ونزلت عليها بالبصل وقعدت اقلب فيها. انا عايزة بس البصل يدبل شوية، يعني البصل ما ياخدش لون، يعني يا دوب يدبل كده ويصفر بسيط.
بجد عايزاكم تجربوا طريقتي في المحشي دي، بجد حلوة جدا. يعني اللي مش بيسبك للمحشي مثلا، اللي بيعمله ني في ني، يجرب المتسبك هتعجبه قوي بجد والله. وهنا كان البصل اخدت لون معايا بسيط، نزلت عليها بعصير الطماطم اللي انا طبعا ضاربه معاه بصله، بجد كانت تحفه. حطيت بقى عصير الطماطم وحطيت كام معلقه صلصه عشان تخلي معايا الصلصه حمرا وحلوه، وقلبت كويس جدا. وحطيت بقى معلقه سكر ومعلقه شطه وفلفل اسود، وحطيت بابريكا كمان وملح، ودي كانت 7 بهارات. حطيت 7 بهارات وقلبت كويس، واغطيها بقى واسيبها تتسبك مع نفسها. عقبال ما تتسبك هكون انا بقى قورت الكوسه والبتنجان والفلفل وكده. انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده لتقوير الكوسه وكنت عامله برضو معاكم فيديو المحشي، يعني برضو اللي ما شافوش يرجع له، هيعجبه جدا. وكنت عامله معاه بالتفصيل بقى وكده. انا هنا صراحه عشان يعني بنجز بسرعه، فمش واخدين بالكم انا بعمل ازاي. انا هسيب لكم الفيديو اللي كنت مقوره فيه الحاجه في صندوق الوصف، اللي حابب يشوفه يبقى يشوفه. وهنا بقى زي ما وريتكم قورت الكوسه والبتنجان والفلفل. وبعد كده بقى هنا جيت بقى، كانت الصلصه اتسبكت، حطيت صلصه وحطيت الرز وحطيت خضره المحشي. خضره المحشي بتبقى بقدونس وكزبره وشبت. ولقيتها محتاجه صلصه كمان، حطيت. انا بحب الصراحه ما بحبش احط الصلصه كلها، يعني احط حبه ولو احتاجت تاني احط كمان عشان ما تبقاش صلصه كتير. وحطيت طبعا شويه زيت عشان يبقى الرز مفلفل وبيلمع كده وحلو. وهنا بقى جيت على الارض، يعني منها واليها نعود، طالما في محشي يبقى لازم نقعد على الارض، ده لازم، يعني مش هقدر اعمل وانا واقفه. بعد كده بقى نزلت الحاجه على الارض وقعدت بقى احشي الكوسه، وحشيت كمان البتنجان. بجد محشي الكوسه والبتنجان والفلفل مفيش اسهل منه، يعني انا بالنسبه لي مفيش اسهل منه. بيبقى احشي احشي وخلاص. اما الكرنب وورق العنب بياخد وقت شويه. انا اصلا عملت كمان كرنب جنب الكوسه والبتنجان، هتشوفوا دلوقتي. بحس الصراحه ان الكوسه والبتنجان اسهل. الكرنب والورق العنب بياخد وقت وبياخد مجهود، يعني واحد بيغيب فيه شويه. فانتوا زي ما شايفين بقى، انا حشيت كل كميه الكوسه والبتنجان معايا. يعني بجد الطريقة دي سهلة جدا ومنجزة ومش بتغيبي فيها. جربي طريقة المحشي دي هتعجبك جدا. وزي ما قلت لكم، اللي مش متعودة على التسبيكة تجرب التسبيكة هتعجبها قوي. انا حشيت بقى كل الكمية اللي معايا. وكان في الوقت ده بقى كان العصر أذن، وطلعت صليت العصر. يعني كنت بعمل حاجة واطلع واجي عشان انجز كده في الوقت. طبعا اهم حاجه الصلاه، اوعوا تنسوا الصلاه، دي اهم حاجه، الصلاه وقراءه القران. طبعا احنا في شهر رمضان، يعني لازم صلاه وقراءه قران. الاكل ده بيبقى اخر حاجه، يعني اخر حاجه نفتكرها اصلا. يعني عشان ده شهر الصيام وشهر الصلاه وشهر البركه. يعني ربنا كده يغفر لنا جميعا في الشهر الكريم ده. وكنت خلصت بقى كميه الكوسه والبتنجان معايا. وهنا بقى كنت بحشي الكرنب. انا مكانش معايا كرنب كتير الصراحه، يعني كنت مفرزه كده في الفريزر كيسه صغيره كان فيها كام ورقه كرنب. عملتهم جنب الكوسه والبتنجان. قلت كده احشيها، يعني خلاص بقى ملهاش قاعده في الفريزر. انا قلت بقى عامله محشي وعامله التسبيكه بقى ومسبكه والرز والخضره وكده، فقلت تطلع بقى هي كمان كيسه الكرنب وعملتها معاها. وطبعا زي ما قلت لكم بقى، انا اول يوم كنت عند حماتي فما عملتش اي حاجه. فده اول فطار في بيتي، فلازم بقى اظبط الفطار عشان نفطر كده والاكل يبقى حلو. وطبعا لو اللي بيتفضل حاجه ما بيترماش، بيتشال ويتاكل تاني يوم. زي ما قلت لك، اوعي ترمي حاجه، اللي يتفضل معاكي يتشال وتاكليه تاني يوم. ولو ما بتحبيش تاكلي الاكل تاني يوم، ممكن تتصدقي بيه لاي حد تعرفيه، يعني تعبي كده الاكل في اطباق فل كده وشكلها حلو وشيك، وتديها لاي حد غلبان تعرفيه. وهنا بقى كنت بسقي بقى المحشي بالشوربه. صراحه شوربه البط تعبت معايا، عملت بيها كل حاجه، عملت بيها حله المحشي المشكل وعملت بيها كمان الكرنب. وهنا كنت بعمل ملوخيه، اخدت برضو شوربه من شوربه البط ونزلت عليها الملوخيه وقلبت كويس. طبعا الملوخيه كنت مطلعاها من بدري بشويه بس لسه ما فكتش قوي، فحطيتها في الشوربه وقعدت اقلب فيها لحد ما دابت.
واسيبها بقى ايه تاخد غلوة كده مع نفسها. وبعد ما تاخد غلوة بحطها على جنب واعمل الطشة، طشة الملوخية. صراحة احلى حاجة الملوخية، انا بحب الملوخية قوي. انتوا بتحبوها ولا لا؟ وزي ما قلت لكم متنسوش تقولوا لي فطرتوا ايه كده في الكومنتات، عشان نغش من بعض كده الافكار لباقي الايام. وهنا بقى ايه كانت الملوخية دابت، قلبتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وهحطها بقى على جنب. وهنا بقى كنت هعمل الطشه. هنا حطيت شويه سمنه وساحت، وبعد كده حطيت توم وقعدت اقلب التوم كويس مع السمنه، وحطيت كزبره وقعدت اقلب بقى. ودي طشه الملوخيه وتحفه تحفه جدا، جربوها هتعجبكم. انا صراحه انا كنت اليوم ده بقى ايه كان بالبركه، اذا كان من الملح او السكر. طبعا انا صايمه فما ينفعش ادوق يعني. في حاجات الحمد لله يعني ملحها كان مظبوط وحاجات كانت كده يعني، بس الحمد لله. انا عندي الحاجه تبقى لو مسخه شويه احسن ما تبقى حادقه، لو مسخه هنزود ملح، اما لو حادقه ربنا يستر بقى. وده كان شكل سفرتي النهائي. اتمنى روتين النهارده يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم، واكون كده بغششكم افكار لباقي الايام، وتقولوا لي بقى ايه رايكم فيه. طبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. ومع السلامه، القاكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله.